اهلا بيكم اعزائي متابعين برنامجكم بودكاست اصدق كدبه. كتير جدا مننا كستات بنحب نتعلم ازاي نحط الميك اب بشكل محترف. انا واحده من الناس ما بعرفش احط ميك اب خالص، بس بحب اتفرج على الفيديوهات اللي بتبقى موجوده على التيك توك او على اليوتيوب واتبع الخطوات، وفي الاخر للاسف بحط الميك اب بشكل مختلف وبيطلع شكلي اوحش حاجه. فاحنا النهارده مع ضيفتنا الجميله اللي انا بحبها اسماء كامل هتكلمنا النهارده عن تفاصيل ازاي تحطي الميك اب بشكل مهندم وطريقه بسيطه وايه الخطوات اللي نمشي بيها. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. نورتيني. بنورك انت يا عارفه ان حبيبتي. انا بحبك جدا وبنحب وانا نتكلم لان كمان وانا المتابعين كمان كلهم والله. بيبقوا عندهم كميه اسئله كتيره ايوه. بيوجهوها. زي ما قلت انا من بعض الناس اللي ما بعرفش احط مكياج، بقعد اتفرج على الفيديوهات واتبع الخطوات وفي الاخر يعني بعملها غلط. ايوه. وكتير قوي من الناس بيعملوا كده. ايه الخطوات المفروض ان انا اتبعها علشان اتعلم اعرف احط مكياج بشكل كويس او مناسب لوشي؟ يعني هو عادي ان انت تتفرجي على اليوتيوب وتيك توك وتشوفي الخطوات وكل حاجة. بس هو البنات بس بتبقى حاسة ان هي الفيديو اللي هي شافته ده، فهي اما تيجي تطبقه هيطلع هو نفس اللوك اللي بالظبط. قدامها. بالظبط. فهو طبعا دي مش حقيقة. هو الفيديو طبعا بيتعمل في إضاءة حلوة، بيتعمل بخطوات، يعني في حاجات بتبقى فيه غلطات وفي حاجات هي طبعا بتتمنتج وكده فمش بيبين كل حاجة. بس طبعا اكيد اللي بتعمل فيديو دي هي حد بروفيشنال، حد محترف، حد يعني هي ايديها اصلا واخده على يعني الملامح، واخده على الفرش، واخده على رسمه الايلاينر، السحبه. هي اصلا بتعمل فيديوهات كتير، مم. فايديها على طول محترفه. شغاله. واحنا محترفه. ممارسه. مم. بس فهو عادي ان احنا هنتفرج وكده، هيجي في يوم من الايام هتعملي اللوك ده. يعني انا افضل اداوب عليه ان انا افضل امشي خطوات واحده واحده لغايه ما انجح؟ عادي. يعني بنشتغل او بتشتغلي اول مره مثلا على وشك بتلاقي مش احسن حاجه، المره اللي بعديها بتظبط شويه، المره اللي بعديها بتظبط، يعني على حسب ما انت. هي ممارسه. مم. فانت مثلا اول مره هنحط خط الايلاينر مش هيبقى مظبوط قوي، مم. المره اللي بعديها يعني هيبقى نص نص، مم. المره اللي بعديها هنبدا بقى نظبط كده. طول ما انت ايدك شغاله الايد الموضوع نفسها بيختلف. هتختلف والدنيا هتبقى تمام انا يعني. لما جيت اتكلمت معاكي انا عارفه ان انتي بتمسكي اكتر من موديل لما بيجوا يعملوا اعلانات وان انتي بتعملي لهم الميك اب، فاحنا مع بعض بندردش ففاجئت ان انتي مم. قلتي لي ايه؟ لا ما هم لابسين هوم وير، فانا بحط لهم ميك اب معين، لكن لما تكون لابسه عبايه بتبقى تحط لها. فانا انتبهت كده شويه. هو معنى كده ان لبسي اللي انا بلبسه المفروض ليه ميك اب معين انا المفروض احطه؟ طبعا يعني طبعا انت قلتي يعني لي العبايه لازم يبقى ليا مثلا احط ايلاينر او احط. مثلا احنا بنصور مثلا سيشن مم. عبايات خليجي، عبايات رمضان كده. ف... فبيبقى مثلا طلب الكلاينت اللي هي عامله الديزاين بتاع العبايه ان هي عايزه ميك اب خليجي، هي مم. عامله نفس شكل العبايات الخليجي، فهي عايزه برضو الصور تبقى حلوه، الميك اب يبقى حلو. فممكن نعمل مثلا العين نعملها خليجي شويه الخليجي دي بتبقى فتبقى شكلها ايه يا اسماء؟ يعني يعني بيبقى سموكي ايلاينر تقيل اكتر؟ شوية، سموكي تقيل شوية، ألوانات أتقل، ايلاينر صريح، مم. الحاجات دي. فدي طبعا لو هنصور عباية خليجي فخلاص هو ده الميك اب بتاعها. الهوم وير بقى؟ الهوم وير مثلا احنا بنصور بيجامة، يعني احنا بنصور واحدة قاعدة في البيت في بيتها، واحدة قاعدة في بيتها. فطبعا احنا واحنا قاعدين في البيت مش بنبقى حاطين فول ميك اب ما يعني بنحطش اساسا. خالص، او مثلا لو هنحط في حاجات بسيطة. مم. فمثلا بنعمل الميك اب بتاع الهوم وير بقى بيبقى يعني حاجة سيمبل، اللي هو ميك اب نو ميك اب، يعني انت حاطة ميك اب بس هو مش باين حاجة، مفيش ايلاينر صريح، احنا مش بنقعد بايلاينر في البيت، مم. مش بنرسم رسمة عين قوية وباينة، لا احنا مش بنقعد كده في البيت. مم. فبنحط لون بسيط، لون هادي، بتبقى الالوانات كلها هاديه كده، اللي هو احنا حاطين بس عاملين ميك اب بس هو نو ميك اب في الاخر يعني. تمام. لو جت انا مثلا عندي فوتو سيشن وهعمل فوتو سيشن، هل لي ميك اب مختلف عن ما انا مثلا عندي مناسبة خروجة عادية، هو فرح؟ الفوتو سيشن عامة يعني عشان بتبقى مثلا بيبقى اوت دور بره، مم. فبتبقى النهار مع الإضاءة مع كده، يعني لازم نحدد الوش كويس جدا، نعمل كونتور كويس عشان يحدد ملامح الوش.
إحنا بنبقى برّه في الإضاءة وفي النور بتاع الصبح ده، فبيبقى بس عايزين نتقِّل شوية. أنتِ لمّا تبُصّي لنَفْسِك في المراية هتحسّي إن هو الmakeup يعني over أو الcontour ظاهر أو كده، بس هو في الكاميرا هو مش بيبقى كده. إمم. يعني هو بس محدد ملامح الوش، محدد ملامحِك، مبينها كويس. فهو ده هل بتحطي يبقى highlighter والّا الhighlighter لأ في الحالات اللي يبقى فيها photo بنحط session؟ بنحط بس يعني باحطه وبادمجه على طول، اللي هو أنا مثلًا باحطه وممكن أقوم بفرشة فاضية كده شايلاه تسيحيه. تاني مثلًا، إمم. فبيدّي ضَي بس. إمم. لكن لو حطيت كتير هيبان في الصور هيعمل مش reflection أحسن على حاجة. حتى الحاجة. الphotographer نفسه مش هيبقى حابّه يعني. طب بالنسبة إن إحنا بنتكلم عن الhighlighter إن في بعض البنات بتبقى بشرتهم دهنية، already هي بشرتها بتلمع، إمم. بتتعاملي معاها إزاي بقى لمّا تيجي تحطّي لها makeup؟ هل بتضطري إن أنتِ ساعتها تقللي لأ، هي الhighlighter والّا؟ البشرة الدهنية ليها تكنيك برضه في الشغل. إمم. يعني بنحط حاجات مَط، بنحط حاجات waterproof، يعني بنمشي بخطوات. خلاص أنتِ بشرتِك دهنية، فإحنا حاطين primer للبشرة الدهنية، حاطين foundation للبشرة الدهنية. يعني إحنا ماشيين خلاص، إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه. إمم. فأنا يعني حاطة لِك حاجات اللي هو أنتِ مثلًا ما تجيش بعد شوية فتحسي إن في إن هي ب بت حاجة بتسيح أو إن إن هي هي حاجة بتعرق. ساحت أو حاجة كده. إمم. لأ، بس هو الhighlighter مش فكرته كده اللي هو بشرة دهنية ولا بشرة جافة ولا كده. إمم. هو بس الفكرة إن الhighlighter ده بيتحط في الأماكن اللي أنتِ عايزة تنوّريها في وشِّك. إمم. الأماكن ما ينفعش يبقى فيها défaut. أوكي. يعني إحنا بنحطه في أماكن بس بننوّر بيه كده عضمة الخد من فوق، بننوّر لو واحدة هنا مناخيرها شوية. كبيرة بقى ما ينفعش إنها تحطّه؟ يعني يُفضّل لأ. يُستحسن لأ، أو إمم. بيتحط برضه بطريقة يعني حذرة جدًا. إمم. لو مثلًا عندِك حبوب هنا أو في أي défaut عندِك في البشرة هنا، فأنا مجرد ما هاحط الhighlighter عليه تعملي focus على الجزء كده ده. إحنا بنبيّنه. إمم. في بنات بقى بتبقى حابة، لأ أنا باحب الhighlighter، أنا عايزة الhighlighter. ما هو هيبيّن الديفوهات. إمم. فلو أنتِ بشرتِك تمام وما فيش défaut ما فيش أي حاجة، نحط highlighter ما بما فيش إن أنتِ مشكلة. قُلتِ الحبوب، في بعض البنات بما إن أنتِ اتكلمتِ عن الحبوب، بتقول إن الحبوب دي سببها إن أنا باحط makeup، كتر ما باحط الmakeup كتير هو اللي بيسد المسام أو بيخلّي إن وشي بيتعرض للحبوب، هل المعلومة دي صحيحة ما والّا هو لأ؟ إحنا عشان كده بنقول الmakeup مش في كل الأوقات. الmakeup مش كل يوم. أنا مضطرة مثلًا أحطه كل يوم. خلاص إحنا بنحط حاجات بسيطة، بلاش full makeup، بلاش makeup كتير. إمم. يعني الmakeup الكتير ليه المناسبة بتاعته. لكن مش كل يوم هنحط full makeup كل يوم، يعني إحنا كده بنجهد البشرة فعلًا. أهم حاجة بقى لو أنتِ مضطرة شغلِك كده، فأنتِ لازم تحطي full makeup كل يوم، فأنتِ بس ترجعي من برّه. يعني ما تناميش بيه خالص، لازم طبعًا تغسليه كويس جدًا، تشيليه بremover الأول، تغسلي وشِّك بالغسول بتاعِك. تنضّفي بقى البشرة خالص كده، تخلّيها تتنفّس كده. يعني إمم. ما نعمل بقى أي ماسك طبيعي في البيت، إمم. إن إحنا يعني نهدّي الدنيا شوية في كده. ماسكات أنتِ ترشحيها مثلًا؟ ماسكات طبيعية، يعني مثلًا الزبادي ده حلو جدًا للبشرة، بيهدّي البشرة كده وبيرطّبها. فدي الزبادي زبادي موجود في بالعسل كل بقى بيت. دايمًا أقول كده. زبادي بس ما فيش عسل، زبادي بس حلو جدًا. إمم. زبادي وعسل حلو، إمم. يعني أقل الإمكانيات اللي عندِك. إمم. ف ما بترهقيش الناس إنها تجري ورا ال ترندات أو ورا إنها لأ. ماسكات معيّنة علشان ده لأ، أفضل؟ الكريمات حتى في الصيدليات أو أي براند منزّل كريم للبشرة، ده عشان مش عارفة يخفي الخطوط، ده عشان مش عارفة يشد الوش. هو ما فيش أي حاجة بتشد الوش. يعني ما فيش. كل لأ، ده fake. إحنا كل الكريمات الغالية والرخيصة وكل ده هم يعني بيبقى مهمتهم ترطيب البشرة، إمم. وترطيب البشرة الطبقة اللي برّه. إحنا إمم. بنرطّب الطبقة اللي برّه. إمم. بس كل الكريمات اللي بتتباع هي يعني دعاية، مجرد لأ، دعاية. يعني حتى لو مش دعاية، في غالي جدًا وفي يعني رخيص، بس هي بتبقى أنتِ لو قريتِ مكوناتها هي مكوناتها طبيعية. فخلاص يا جماعة عادي، أنا مثلًا ممكن في البيت أحط حاجات طبيعية. أنا مش في مقدرتي أشتري كريم ترطيب أي حاجة، خلاص بلاش، اعملي في البيت.
بما إن الزبادي أنتِ موجود في كل بيت قُلتِ على حوار المقدرة، إن في بعض البنات أو السيدات ما عندهمش المقدرة المالية إن هم يجيبوا حاجات براندات، يعني ما أقدرش أجيب أكيد foundation طبعًا. مثلًا هدى بيوتي أو أجيب كذا، كذا، لإن هو هيبقى تكلفته عالية، فبتضطر إنها تستخدم البديل أو الحاجات الرخيصة أو أغلبها الصيني، مش هنقول اسم معين. تمام. تأثير ده على البشرة إيه؟ وهل ده صح والّا غلط؟ يعني أنا أمّا آجي بابُص من ناحيتهم، طب ما أنا فعلًا إمكانياتي المادية مش جامدة، وفي إمم. نفس الوقت أنا محتاجة إن أنا أحُط makeup، أيوه. يتصرّفوا إزاي؟ يعني بأقل الإمكانيات لو هتجيبي حاجات بأقل الإمكانيات، يعني أنا باقول أنا وجهة نظري اللي هو بدل ما أنا أجيب فاونديشن مثلًا، الفاونديشن ده هو أكتر حاجة هتضر بشرتِك لو هو مش كويس. فيعني إيه، في براندات كويسة ومصرية عادي جدًا، بتبقى مثلًا يعني السعر بتاعها مش over أوي. في المتوسط. فإحنا نجيبها، بلاش نجيب حاجات اللي هي مجهولة المصدر. الحاجات بقى اللي هي زمان كانوا بيحطوها البودرة المائية اللي هي الكارثية دي اللي كانت دي بتتحط، فدي طبعًا بوّظت وشوش كتير. دي حقيقة، آه وأول واحدة كنت أنا. آه ف فدي يعني هي بقى كده، يعني هي هي كان العيب في إيه الfoundation. بقى؟ يعني العيب في السفنجة إن إحنا كنا بنبلّها والّا العيب نفسه في لأ، الmaterial هو العيب بتاعتها؟ طبعًا هي مكوناتها أساسًا، وإحنا بقى بتبلّي السفنجة وتحطيها في البودر وتحطيها على وشِّك، فكل ده أنتِ بتدخّليه في مسام وشِّك. إمم. يعني هي كل البودر دي نُصّها بيخش جوّه مسام وشِّك، فخلاص أنتِ يعني أنتِ أنتِ كده دمّرتِ بتنصحي البشرة. الناس أهم حاجة الfoundation حتى لو أنتِ هتضطري إن أنتِ تحوّشي، آه. بس ده رقم 1؟ الفاونديشن بلاش نجيبه نوع مش معروف، نوع رخيص بلاش، يعني نحاول على قد ما نقدر، بس هو ده بس. إمم. الباقي الحاجات اللي هي يعني بلاشر، روج كده عادي مش شرط جيبيهم. إن أنا أجيبه. طب الحاجات اللي هي لو ماسكارا أو كُحْل، الحاجات اللي بتتحط جوّه العين؟ يعني دي لو ممكن مثلًا في الصيف وفي الحر وكده نجيبهم waterproof، نجيب إمم. كحل waterproof، نجيب ماسكارا waterproof، بحيث إن أنا مثلًا أنا مش باعرف أحُط لنفسي أوي، إمم. أو أنا نازلة الجامعة، نازلة كده الجو حَر، فإحنا أمّا نحُط waterproof مش هتبقى الدنيا، يعني ما مش فيش مثلًا، هيسيح. مش هتهبِّب، مش إمم. هتسيح، كده هتبقى الشكل كويس يعني بتاعها. هتبقى في الآخر الفاينل معقول. آه، يبقى الموضوع مش موضوع بالتكلفة، هو موضوع اختيارِك للمنتج اللي أنتِ هتاخديه، بالضبط، اختيارِك بالضبط. الصح للمنتج. آه، بجد أنا اتبسطت جدًا معاكِ، وأنا والأسئلة ما كمان والله. بتخلص، والحلقات مش هتخلص برضه معاكِ يا لينا أسماء. حلقات تاني إن شاء الله. نورتيني، ميرسي ليكِ. ميرسي يا أعزائي حبيبتي. المتابعين، أتمنى النهارده إن حلقتنا تكون فادتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصدق كده.